اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. تعالوا معايا نعمل بقى روتين من روتين الست المصرية الأصيلة اللي بتقوم من الصبح تفضل لحد ما تنام بالليل في مواعين زي ما انتوا شايفين، وتعب وإرهاق طول النهار، وفي الآخر خالص انت بتعملي ايه؟ ما بتعمليش أي حاجة. طبعا قمنا الصبح كده زي ما انتوا شايفين، عملنا صينية الفطار اللي شفتوها في الأول دي، بطاطس بقى وفول وبدنجان مقلي وبصل وجرجير وانتوا عارفين الفطار اليومي بتاع أي حد، لازم الفول والطعمية أساسي في الفطار، محدش بيستغنى عنه. قمنا بقى الصبح كده وطبعا فطرنا الحمد لله، وبعد ما فطرنا بقى لمينا المواعين، دخلت المطبخ اتصدمت، مش قادرة أقول لكم على منظر المطبخ ساعة ما دخلت. طبعا ولادي كانوا في الرحلة وجم الرحلة بقى جايبين معاهم الحاجات اللي كانوا بياكلوا فيها، مع مواعين اللي كنت عامله لهم فيها الاكل بتاعهم اللي خدوه، وكوبايات وصواني ودنيا مش قادره اقول لكم. طبعا اول ما بنبدا في المواعين كده، اهم حاجه طبعا بننظم المواعين بتاعتنا، بنبدا ننظفها. بنبدا الاول بالكوبايات، وبعد الكوبايات بقى بنبدا بالاطباق والمعالق، واخر حاجه الحلل اللي انتوا شايفينها. بدانا بقى زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجه كده غسلنا الصينيه اللي هنطلع فيها المواعين، وبدانا بغسيل بقى الكوبايات. وطبعا ما شاء الله علينا كلنا ستات بيوت شاطرين، انا مش هقول لكم، احنا بس كده قلنا نعمل روتين مع بعض ونشوف دنيتنا ونشوف يوم الست المصريه المرهق والمتعب اكتر من اللازم. طبعا يا حبايبي قبل ما نكمل الفيديو كده، خدتوني في دوكا على طول ودخلت على الفطار، نسيت نفسي. سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين مطبخ الرضا، بحبكم في الله. طبعا بدأنا كده زي ما انتم شايفين، بنغسل ونشطف ونركن كده على جنب ونوسع مكان لنفسنا. طبعا المواعين كانت كتير قوي، وكان بصراحة يوم مرهق جدا. هو ده عامة يومنا من أول ما بنصحى الصبح، الحمد لله رب العالمين. بنقوم الصبح كده، بندخل طبعا بنغسل وشنا، بنتوضى، بنصلي كده ركعتين، بنقرأ القرآن الورد اليومي بتاعنا. طبعا أنا بالنسبة ليا لازم أصلي على الرسول يوم، يعني لو حتى تعبانة قوي ومش هقدر أكمل الألف، بصلي على الرسول 500. بس بقول سبحان الله 100، بقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100، بقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100، بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100، بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100، بقول لا إله إلا هو الحق القوي المبين 100، بقول حسبي الله ونعم الوكيل 33، بقول رضيت بالله ربا 33، بقول اللهم أنت ربي سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، بقولها برضو 33. ده ورد يومي أنا عاملاه لنفسي، غير طبعا أول ما بقوم كده الصبح، ده هو قبل أي حاجة، قبل حتى ما بفطر يا جماعة والله. طبعا لازم نشكر الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في أولادنا ويبارك لنا في يومنا، ويبقى يوم خفيف وسهل علينا، لأن بجد بجد يوم الست المصرية يوم صعب أوي ويوم شاق. يعني بجد من أول ما بتقوم الصبح وهي في مواعين وتعب، فلازم سبحان الله لما بنقرأ قرآن ونعمل ورد يومي، كل حاجة علينا بجد بتبقى خفيفة. فطبعا بعمل بقى الورد اليومي اللي قلت لكم عليه، غير ان انا بقرا سوره الملك، وبقرا الواقعه والرحمن والدخان وسوره ياسين. ده اساسي عندي يا جماعه والله يوميا. بركه ربنا بتتحط في الحاجه، وربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا وبيهدينا اولادنا بالورد اليومي اللي بنعمله. طبعا بعد ما بخلص ببدأ أجهز فطار لولادي، بنفطر، اللي موجود معايا موجود، واللي في المدارس أو بنتي اللي في الجامعة، فبيكون يعني هو ده اليوم. بعد كده بنبدأ بقى ندخل بقى طبعا على الحاجة الأساسية اللي بنقولها دايما، يا رب المواعين تموت. دايما كده أول ما ندخل جوه نقول يا رب المواعين تموت. طبعا أول ما هنبدأ بقى طبعا نخلص المواعين بتاعتنا ونشطب الحوض كده، اهم حاجة الحوض بجد ينضف من المواعين، ونغسل بقى المواعين وتلمعيها كده وتخليها تبرق، وتشوفي وشك فيها كمان كده من لمعتها. اهم حاجة المواعين تكون كده بتلمع كده وبتبرق معاكي، وتمشي في المواعين بتاعتك خطوة بخطوة. طبعا اهم حاجة الكوبايات، في الاول بتلمي كل الكوبايات اللي عندك بتغسليها، بعد كده بتبداي تغسلي بقى الاطباق بتاعتك والمعالق، واخر حاجة الحلل بتاعتك، وبتبداي تشطبي الحوض وتشطبي طبعا البوتاجاز بتغسليه وتنضفيه. واهم حاجة طول دايما بقولها لنفسي وبقولها لاولادي، طول البيت بالذات مطبخ،
طول ما المطبخ في البيت نضيف ورايق، خلاص البيت كله بيبقى رايق وبيبقى جميل جدا. انا بالنسبه لي هو اول حاجه ببدا عليها فعلا بعد ما بخلص صلاه والورد اليومي بتاعي والفطار، ببدا على المطبخ على طول. ما دام شطبت المطبخ بحس ان خلاص كده البيت بقى زي الفل معايا، والبيت كده رايق، والباقي ما بياخدش معايا اي حاجه. بدخل على اوض ولادي بقى والترتيب بيبقى سهل. خلاص يا حبايب قلبي، كنا خلصنا المواعين زي ما انتم شايفين اهو، وبدأنا بقى كده. شوفوا بقى كمية المواعين قد ايه، بجد كمية المواعين كانت كتيرة جدا بصراحة. قعدنا نغسل فيها فترة طويلة. طبعا بسيبها بقى لما تصفي زي ما انتم شايفين كده، وحطها لما تصفي خالص من المية، لان اعرفي حاجة، طول ما في مية في المواعين وبالذات في الحلل يا جماعة بتخلي الحلة من جوه بتزرق. فطبعا لازم تصفيهم خالص وبعد كده تبداي ترصيهم في المطبخ. هنا بقى ده العيش بتاعنا الفيومي اللي انا كنت عامله لكم بيه فيديو، واللي حبيبتي وربنا يبارك فيها ويزيدها يا رب من نعيمه، اسرار المطبخ مع سمر، ربنا يبارك فيها ويحفظها ويزيدها يا رب. زي ما بتساعد الناس وبتقف جنبهم ربنا يديها كمان ويوسع عليها. كانت رافعه لي الفيديو بتاع الخبيث دوت على المنتدى. ربنا يا رب يبارك فيها ويخلي لها اولادها. طبعا هو ده العيش بتاعنا يا حبايبي. احنا بنعمله بقى ايه، مش بنخليه بقى طبعا رغيف، انتوا عارفين الرغيف بتاعنا بيبقى كبير، فبنمسكه بقى كده نقطعه على 4 اجزاء وبنحطه كده بقى ينشف. وقت ما نعوز تاكلي بقى تعملي فته ماشي، عايزه تاكليه بقى بالمش الفلاحي والجبنه القديمه ماشي، بيقرقش كده وجميل. مش قادره تاكليه كده بتبليه كده بالميه وبتبداي تاكليه باي طبيخ انت عاملاه يعني بتاكلي بيه عادي. بس لازم زي ما انتوا شايفين كده حبايبي ان انتوا تسيبوه لما ينشف كويس، عشان لو كان طري وشلتيه طري وغطيتيه هيعفن منك. طبعا هو كان هنا عندي نشف بقى، وكان ما شاء الله زي ما انتوا شايفين زي العسل معايا اهو. قلت بقى هلم العيش بتاعي، بنجيب بقى الطشوطه بتاعتنا الكبيره قوي دي، وبنبدأ بقى نرص فيها العيش ونغطيه ونشيله في اي مكان على جنب. ملاية بقى كده علشان ما يجيش عليه اي تراب ولا يجي عليه اي حاجة. على فكرة العجين بتاعنا والخبيز بتاعنا احنا بنبقى عاملين ليه ملاية خاصة، ملايات خاصة بيه وفرش خاص بيه، وحتى المواعين بتاعته اللي هي التشوطة بتاعته او اي حاجة بنعجن فيها بتكون حاجات خاصة بصراحة، مش بنخلي كل الدنيا مع بعضها يعني. دي طبعا عادات وتقاليد كل بلد، كل بلد ليها عاداتها وتقاليدها، وكل بلد ليها طريقة في العيش بتخبزه عن التانية. يعني مثلا احنا في فيومية دي طريقتنا في العيش، في الجماعة الشرقوية والمنوفية بيخبزوا لا بطريقة تانية. الصعايدة حبايبنا اخواتنا الصعايدة بيعملوا اللي هو العيش الشمسي. فكل واحد يا جماعة وله طريقة في الخبيز. كده كان بسم الله ما شاء الله. خلاص انا غطيت العيش زي ما انتوا شايفينه اهو، يستاهل من ايدكم الحلوه احلى لايك. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. ما لقيتش حاجه امسك بيها الحله والله يا جماعتنا، رحت ماسكاها بالكيس. شايفين بقى يعني. كان عندي بقى حله محشي كده محترمه في الجو البرد اللي احنا كنا فيه، وانتوا طبعا عارفين محشي ام احمد لا يعلى عليه. حاجه كده بجد تفتح النفس، وحاجه كده تحفه تحفه بتتكلم عن نفسها. حلة محشي يتقال لها سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي، يسلموا الايادي الحلوه يا ام احمد. بحب ادلع نفسي يا جماعه بقى، مش اي حد يدلعني. زي ما انتم شايفين حله المحشي كانت استوت. الريحه بقى مش قادره اقول لكم، والجو كان برد. وقلنا بقى طبعا هي صراحه كانت حله المحشي دي بقى ما كانش معاها حاجات تانية كده تحابيش، بس كانت سخنه وجميله يعني، لان انا كنت عامله المحشي ده قبلها بيوم. فطبعا دي كانت الحله اللي بحطها في التلاجة. فكان عندي بقى ايه بواقي فراخ كده سخنتها على جنب كده يعني. وطبعا حله المحشي سويتها زي ما انتم شايفين. انا بصراحه عشان سويت معاكم حله المحشي كده وحبيت اوريها لكم، ما رضيتش احط ايه بواقي الفراخ عليها يعني. انا كنت بحط بواقي الفراخ عليها واغطي الغطا اول ما يبدا يتشرب المحشي، بتروح مستويه كلها مع بعضها. وكان هنا خلاص بقى حطينا الطبليه وقعدنا بقى بعد الارهاق والتعب، ونزلنا بقى بحله المحشي الواو دي. مش قادره اقول لكم جت في وقتها الريحه كانت عامله ازاي والطعم كان ازاي. كانت حتى انتوا لو لاحظتوا كده هتلاقوا البدنجان مش كتير يعني، وفي بواقي فلفل كده بسيطة. بس صوابع المحشي بتاعتنا بقى الجميلة دي، محشي ما شاء الله عليه جميل جدا. والصوابع الحلوة دي صوابع الست الصغيرة دي. وكان زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، كان يوم جميل قوي ويوم تقيل قوي. والحمد لله رب العالمين، ربنا يدينا الصحة ونقدر نقاوم لأولادنا ونقدر كده نقف معاهم. لأن بجد يعني هنعمل ايه يعني، هو ده يوم الست المصرية اللي هي أساسا دايما كده واقفة لولادها واقفة لبيتها.
مش هتقدر تشوف مصلحة عندها عايزة تتعمل وتسيبها، لازم هتقف تعمل فطار وغدا ومواعين وغيره وغيره، وطبعًا هو عمره ما هيكون ده الروتين الأساسي، بس ده اللي قدرت أوصّله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.